السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مجددا. نتمنى تكونوا في أحسن الحال والأحوال. العيب فبعد دحر الجيش المغربي لأعضاء البوليزاريو في منطقة القرقارات بطريقة ولا أروع، بحيث هاجموا وفي نفس الوقت حافظوا على حياة خصومهم، وهذا سبق تاريخي في تاريخ الحروب. حاول بعض المرتزقة إطلاق النار صوب هذه الوحدات، غير أنه كان في انتظارهم رد قوي من الوحدات القتالية والوحدات الخاصة المغربية التي كانت ترابط بالمنطقة، الأمر الذي جعلهم يهربون من منطقة القرقارات مثل الفئران مشتتين. وبعد أن أكملت وحدات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية للحزام الأمني، انتشرت الوحدات القتالية لتمشيط المنطقة، حيث تم الإعلان في مساء نفس اليوم أن القرقارات هي منطقة آمنة بالكامل ليسمح للشاحنات المغربية من جديد بالعبور وبشكل آمن نحو موريتانيا. وبعد تمشيط المنطقة وبناء جدار دفاعي من القرقارات إلى النقطة 55 للحدود المغربية الموريتانية، بدينا تنسمعوا من هنا وهناك داخل العالم، خصوصا في العالم الإسلامي. هناك دول لها مصداقية عبرت عن مساندتها لما قام به الجيش المغربي، ومن الأغلبية ديالهم بطبيعة الحال إسلاميين كالأردن مثلا، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، إضافة إلى السعودية. وأنا كنت أنتظر بالحقيقة دولة لبنان لكي تكون في طليعة هذه الدول، لكن مع كامل الأسف التزمت الحياد. وكمواطن مغربي لا أعاتبها، بل أقول للبنان بأن وطني المملكة المغربية المحمدية العلوية مستعد أن يتضامن معكم ويؤازركم في محنكم بكل ما أوتي من قوة، لأن إرسال المساعدات للأشقاء والشعوب المستضعفة تقليد عريق تعرفنا به منذ أن أصبحت المملكة المغربية مملكة، أي منذ 1200 سنة. 1200 سنة، تذكر مزيان 1200 سنة. أما عن موقف مصر فأنا ما زلت أتساءل ببداهة، لماذا لم تبدي هذه الدولة العميق العريق موقفها مما قام به الجيش المغربي دفاعا عن سيادته على أراضيه، أي الأقاليم الجنوبية المغربية؟ ألم يكن الأجدر بها يعني مصر أن توضح موقفها في بيان صريح؟ وقد تساءلت بكل صراحة مني سمعت باللي السيسي اقترح دور الوساطة على وزير الخارجية ديالنا السيد بوريطة ووزير الخارجية ديال الجزائر. ما فهمت والو بكل صراحة. السيد قال لك تيبان لي السيد ما فاك حتى حريرته مع المعارضين اللي شاد في الحبس دون وجهة حق، نايض يدير الوساطة بيننا وبين النظام العسكري الجزائري. ديرها جديدة بكل صراحة. وبالرجوع إلى أعضاء البوليزاريو، تنوجدوا بعد ما وقع باللي السي إبراهيم الغالي الزعيم ديال أعضاء البوليزاريو سيعاود من جديد بكل صراحة وبكل أسف
يوصف الوطن ديالو اللي هو المغرب بالمحتل المستعمر، ويوصف النظام المغربي بالنظام التوسعي. انا تيبان لي راه ما لقى ما يدير، ومني حتى ما لقى ما يدير، ومني وحال ما لقى ما يدير كاع بهذا المفهوم، ناض سيدي وجه رساله عاجله الى الامين العام ديال الامم المتحده. انا بعدا ما فهمتش هذا السلوك بكل صراحه، كيفاش واحد من اعضاء البوليزاريو اللي هو تيتزعم سبق ليه هذا السيد رفض التوقيع على الاتفاق ديال وقف اطلاق النار سنه 1991. اليوم اعلن الحرب ديال الكركارات، ومني نازم ناض يطالب الامين العام ديال الامم المتحده باش يتدخل ليه. ما فهمناش، انا تيبان لي واقيلا راه تقاداو ليه، وبالفعل راه تقاداو ليه. انا لو كان كنت بلاصتو على الاقل كان غنمشي عند الجزائر اللي صدرت من عندها، اللي هو صدر قرار او مرسوم ديال اعلان الحرب ضد المغرب، يعني انه من داخل التراب ديال الجزائر صدر مرسوم اعلان الحرب ضد المغرب. كان يمشي على الاقل عندهم ويقول لهم راه المغاربه راه قواحين عليا شي شويه، اجي وعاونوني الله يرحم لكم الوالدين. على الاقل يقدر يبقاو شي شويه. بالمناسبه راك السي ابراهيم، اي السي الغالي، نتا والاعضاء ديالكم راكم ورطوا معكم النظام العسكري الجزائري، لان دولة الجزائر اليوم اصبحت مسؤولة دوليا عن اي عدوان ينطلق من ترابها، والقانون واضح في هذا المجال. هذا النظام العسكري الجزائري اللي القادة ديالو تيتمشاو كالبيادق بكل مفهوم بكل صراحة حسب إشارات القيصر الروسي، واللي ما تيهدى ليهم بال حتى يحسوا بأنهم خلقوا للمغرب متاعب، واللي مازالين تيحلموا بما قاله مرحوم بومديان في عيد العمال سنة 1976، حيث قال في خطابه أن النظام الجزائري سيضع حجرة يعني مزرارة في حذاء المغرب. المشكلة اليوم أن هذه الحجرة أو المزرارة كانت بردا وسلاما على المملكة المغربية، بحيث في ظرف أسبوع، وشوف أخوتنا الجزائريين، في ظرف أسبوع شنو طرا لكم؟ في ظرف أسبوع، أي منذ انطلاقة الحرب الصغيرة ديال الكركارات، تفرضت عليهم عزلة دولية بسبب شنو السبب؟ هذا السلوك، بسبب هذا السلوك العدواني ضد المغرب. فحتى الحلفاء التقليديين ديالو واللي تيدعموا البوليساريو بحال مثلا كوبا، فنزويلا وجنوب افريقيا، راهم اليوم تخلاو عليهم، راهم ضاربين الطم. التاريخ الحديث، ما غنقولش التاريخ القديم، لان التاريخ ديال المملكه راه ماشي هو التاريخ ديال كبار راه فروسكم بلا ما راكم فهمتوا. غندوي على التاريخ الحديث.
التاريخ الحديث اش تيقول؟ تيشهد على ان المغرب كان دائما يساند الجزائر ويقف مع الشعب الجزائري، وناضل بكل ما أوتي من قوة من أجل أن باش الشعب الجزائري ياخذ الاستقلال ديالو. ومني للأسف أنا هنا حزين، ومني خدت الاستقلال ديالها الجزائر وصبحت دولة عندها حدود وخريطة، ومني نعم عليهم الله وصبحوا بفضل الغاز والبترول دولة من الدول الغنية. يسهل عليهم، حنا بغيناهم يكونوا أقوياء وأغنياء باش غيردوا هذا الجميل ناض هذا النظام العسكري اللي سلطوا الله على الشعب الجزائري. قال لك اسيدي اجيو نضعفوا المغرب ونديروا له العصا في الرويضه، وباللي اصبحهم في الصحراء المغربيه، وبالتالي طليله على المحيط الاطلسي. تبارك الله على النظام العسكري الزوين اللي تيمارس سياسة غرشني باش نقلعك، غرسني باش نقلعك. تيدعي علنا على انه ما عنده حتى مشكل مع المغرب، وباللي ما عنده حتى اطماع في الاقاليم الجنوبيه المغربيه، لا على مستوى الخيرات التي توجد في باطن وفوق الأرض، ولا على مستوى الموارد البحرية. ومني تنجيو نقلبو على مكان تواجد البوليساريو تنلقاو أن عنوان إقامته الجزائر. ومني تنبحثو على مستوى عيشه تنكتشفوا أن هذه الوسائل تجي أو تتوجد في الجزائر. بمعنى آخر يأوي البوليساريو يمولهم ويقدم لهم الدعم اللوجستيكي، وفي نفس الوقت يردد شعار خاوة خاوة نومين هذا المنكر. تنظن اليوم قبل من البارح أنا بعيدا كمواطن مغربي بأن النظام العسكري الجزائري نسى أو يتناسى بأن المغرب ديال اليوم راه ماشي هو المغرب ديال البارح. راه قام بكل فخر واعتزاز ببناء جدار أمني على طول 1700 كيلومتر، وراه خلى بحكمة الجدار، خلى الشرق ديال الجدار منطقة فارغة وعامرة بيان انتوندو بالألغام، وفيها يمكن ليه يحسم أي معركة. ماشي بحال البارح مني كانوا أعضاء البوليساريو تيقوموا بشن هجومات على الجيش المغربي، في الآخر تيهربوا إلى داخل أراضي الجزائر، الشيء اللي تيخلي الجيش المغربي يتراجع دون قصفها داخل التراب الجزائري حتى لا يدخل في حرب مباشرة بطبيعة الحال مع الجزائر اللي هي تتقلب على هذه المشاكل. وهذا هو مكسب تحقق في هذا العهد المحمدي
الامل. هذا العهد المحمدي الامل، يعني ماشي الامل ديال العرب، الامل حتى ديال الافارقه، وعلاش لا العالم كله. وبعد افتتاح ميناء الداخله سيتحول، بل تحول الى معبر للتجاره الدوليه بين العالم وافريقيا، وان الكثير من الدول العظمى اللي تتساند المغرب ترى في هذا المعبر، أي معبر القرقارات، منفذا لتجارتها نحو العمق الإفريقي. المغرب اليوم كيتوفر على آخر ما كاين في عالم الرصد الحربي، من أقمار اصطناعية وطائرات بدون طيار، وزيد على طول الحزام الأمني اللي ذكرت، مما يجعل أي تحرك لكل من سولت له نفسه أنه يمس شبر من الأراضي ديال الصحراء المغربية بمعنى أي واحد يتحرك في المنطقة سيكون هدفا مباشرا لواحد لالا الاف 16 راه مكسله بن قرير وبزاف سيسميهم بالعربيه القواعد العسكريه، وزيد عليهم اسلحه اخرى قبيحه بزاف اصحيبي، وراه ما كاينش لاش نذكرها. الحمد لله. خبار فروسكم السي النظام الجزائري العسكري، تنقول لكم وتنقول ما كاين لاش تبقاو تخادعوا في الشعب الجزائري. تنوجه الخطاب ديالي بكل احترام الى النظام العسكري الجزائري، إلا تبقاو تتخادعوا الشعب الجزائري وتوهموا بأن جميع المشاكل ديالو راه تتجي من عندنا حنا المغاربة. هضرة خاوية هذيك. غيجي واحد الوقت وربما في القريب العاجل اللي غادي يمل فيه الشعب الجزائري من سماع هاد الاسطوانة ديال ان المشاكل اللي عندنا راه اسبابها هي المغرب، وسيطالب برحيل هذا النظام العسكري. والسلام عليكم.